تبقى في وسط أعمالك وغرقان في ذنوبك، وملك السيئات بيسجلها لك في اللحظة اللي ملك الحسنات بيكتب لك شلال حسنات جارية بسبب بس أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. متخيل يا مان كل ده استنى جمدان. بس، انا ما عنديش علم وانا مش شيخ اصلا. بص من الاخر كده، انا ماليش دعوة بالدعوة. بالرغم من إن الكل مسؤول عن الدعوة أمام الله، وربنا قبل ما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قم الليل قال له قم فأنذر. كلموا عن الدعوة قبل ما يكلموا عن دار الأرقم وقيام الليل فيه. أنا مش بقولك اطلع منبر اخطب الجمعة، قدامك بابين مفتوحين من باب الدعوة. أول باب هو التشجيع، اكتب على المحل بتاعك وانت ماشي مغلق للصلاة ساعة الصلاة، ولو انت كحيان وما عندكش محل وانت رايح درس ديني خد حد معاك، انشر بوستات دينية، شير مقاطع دينية، شجع الناس. اتلحلح. 90% من العصاة اللي في المجتمع مش بسبب نقص التذكير ولكن بسبب نقص التشجيع. شجع الناس. تاني باب والأخير وهو التذكير، أغلب الناس اللي بيصوموا 13 و14 و15 والناس اللي بتصوم 2 وخميس، كل ده بسبب رسائل التذكير على الواتس وعلى الفيس. من الآخر الدعوة بالظبط زي اللي بيشجع النادي الأهلي ونادي الزمالك. هو في واحد بيتكسف يشجع فريقه؟ مفيش حد يتكسف يشجع فريقه لأنه بيحبه ومنتمي ليه. واحنا لو بنحب الإسلام ومنتمين ليه فعلا عمرنا ما هنتكسف من تشجيعه. ويا لو بنشجع الدعوة والإسلام زي ما جماهير الكورة بيشجعوا الفرق بتاعتهم. مهما كانت ذنوبك اوعى تخليها تمنعك من تشجيع الناس وتذكيرهم، يمكن ده العمل اللي يكون سبب تغييرك. ما تنساش ذكر الناس وشجعهم وشير في الخير والدال على الخير كفاعله.